لو دخلت اي مول وعينك وقعت على اي راجل وست ماشيين مع بعض، في الغالب هتلاقي الراجل بوزه شبرين علشان رجليه وجيبه تعبوه، والست لاويه بوزها علشان الراجل ماشي يقطم فيها، وانتوا الاتنين فاهمين الموضوع غلط. تعال اقولك ليه. انا ايمان شاهين وده اخر مترو. الحقونا. الله، بس رسمي في العين اقسم بالله كاني فراشه جامده. ايه ده العسل ده؟ قولوا ما شاء الله عليا، قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، اذكروا الله. يلا. اللي ما تعرفوش ان موقع برايت سايد بيقول ان الشوبينج مع مراتك يا بيه بيحسن العلاقه ما بينكم، لان ده بينشط هرمون السعاده، بيخليكوا تفهموا ذوق بعض، ولو اشتريتوا سوا الوان زاهيه هيحسن العلاقه بينكم اكتر واكتر. قولي ايه الاخبار؟ ايه ده؟ انت اتجننتي؟ لابسه فستان ابيض، فستان ابيض ابيض، ده وحش قوي. نعم يا روح امك. ومعروف ان الشوبينج بيحسن الحاله المزاجيه، اي حد متضايق ينزل يبعزق كل فلوسه هيرتاح، خصوصا الستات. لكن الندم اللي بيجيلك بعد ما صرفتي كل فلوسك هيخليكي تكتئبي تاني، فتبقي كئيبه ومفلسه. فاحسن لك تنزلي تضربي واحد قصب من على اول الشارع يصلح ما افسده الاخرين، وتسيبي مرتبك في حاله. مع ان اللي بيحصل في دماغنا اول ما بنشوف الصوره دي في اي مكان وعلى اي حاجه لا يقاوم بجد، وبتلاقي رجلك واخداك تشوف ايه بقى اللي عليه اوفر 50% ده، في الغالب هتشتريه وتحسي انه فرصه ما تتعوضش، خصوصا لو عرض لمده يوم واحد بس. وحسب ما الخبراء بيقولوا ان احساسك لما تلحقي الاوفر بتاع اليوم الواحد وخلصتي كل فلوسك على حاجات مش عارفه اصلا استخدامها ايه، مش مختلف كتير عن احساس مدمن المخدرات لما ياخد الجرعه بتاعته. ده بيبقى غالبا لمدمنين دفع الفلوس. انا سعيد قوي بحياتي دي اقسم بالله. ولكن حتى الشخص العادي اللي بيشتري في البسيط منه بيواجه صعوبه في انه يسيطر على نفسه، ما يشتريش اي حاجه عليها اوفر اي حاجه في المية. في الحقيقه كلنا ضحايا الماركتينج اللي بتعمله اي علامه تجاريه، اغلبهم ان ما كانش كلهم يتفننوا في استخدام علم النفس عشان يخليك تدفع اكتر وتشتري اكتر. زي مثلا لو دخلت ماركت كبير جبت منه بيت، وجيت بعد فترة تشتري بيت تاني من نفس المكان، في الغالب هتلاقي ان البيت مكانه اتغير، وده بيجبرك كل مرة تروح تدور على المنتج بتاعك في مكان مختلف، فعينك تشوف سلع ومنتجات اكتر، وتتم عملية الاغراء، وبدل ما تطلع بالبيت بس تطلع بالبيض وعلبتين صلصة وازازة زيت عليها مغرفة هدية. الدراسات قالت ان في حوالي 50% من المنتجات بتتباع بسبب الاندفاع، وانهم بيبقوا داخلين يشتروا حاجات معينة يطلعوا باضعافها، ويمكن يطلعوا من غير الحاجة الاساسية اللي داخلين علشانها اصلا. من ضمن الحيل اللي بتستخدم في التسويق انهم يدولك عينه مجانيه من اي منتج، خصوصا المنتجات المستهلكه بشكل دايم. زي مثلا لما تبقي ماشيه في مول يا ست الكل وتلاقي واحده زي القمر بتديكي عينه تجريبيه من صن بلوك جامد جموده، فتجربيه تلاقيه نينجا، وتروحي تشتري بقى المنتج الاصلي ب200,000 جنيه. وفي الغالب العينه بتبقى فعاله اكتر من المنتج بكتير، بس علشان تجر رجلك تشتري. موضوع المولات ده مش جديد، ده من حوالي 100 سنه قبل الميلاد. اول ناس عملوا سوق يشبه للمولات دلوقتي كانوا الرومان، كان اسمه سوق تراجان مكون من 4 ادوار، لحد ما وصل بينا الحال اننا في اي مكان بنلاقي بيع وشراء. لكن المنتجات مش فارقه، المهم ان في بيع وشراء. حتى في النوادي بقى بيتعمل فيها بازارات، وبالمناسبه بازار ده يعني سوق بالفارسي. لكن الشوبينج دلوقتي بقى اسرع واسهل، واحساسك دايما انك بتدفع فيزا، يعني ما طلعتش فلوس نقدي من جيبك يبقى ما صرفتش حاجه، شويه ارقام قلت وخلاص. وفي احصائيات بتقول ان حوالي 200 مليار شخص بيشتري اونلاين بدايه من 2019، وفي امريكا بس حوالي 69% من المشترين اونلاين، وفي العالم من 12 ل 24 متجر اونلاين. لكن برغم كل ده الا ان في ناس لسه بتفضل انها تنزل تشتري احتياجاتها بنفسها، مش بتعتمد بشكل دايم على الاونلاين. ما تنساش تقول لنا في الكومنتات انت لسه بتنزل تعمل شوبينج بنفسك ولا بتحب شوبينج الاونلاين وانت قاعد على الكنبه. واستنونا دايما في اخر مترو.